اسكندرانية وبعشق البحر. بعشق البحر دي كلمة بسيطة جدا كده في حب البحر. فين الناس الاسكندرانية او الناس اللي بتحب اسكندرية او الناس اللي بتحب اصلا البحر عامة؟ كلنا بنحب منظر البحر جدا، سواء كنا احنا بنحب ننزل بقى المية ونستمتع كده بجمالها كده والاجواء كده الجميلة، وفي ناس بقى ما بتحبش تنزل المية بس بتحب تستمتع بجمال البحر. اكتر حاجة ممكن تبسطنا في الحياة ان احنا ممكن نروح على الكورنيش ونتمشى. على فكرة لو انت اسكندراني هتعرف ان انت بتحب البحر سواء كنت في الشتاء او في الصيف، بالعكس انت بتحب تروح البحر كمان في الشتاء، لان في الشتاء كده بتبقى المية صافية بغض النظر يعني بيبقى الموج عالي وكده، بس سبحانك يا رب سبحان الخلاق على منظر البحر. بتقعد تحكي مع البحر، وفي ناس كتير جدا تقعد تقول كل همومها، وانا كمان من الناس دي. بعشق البحر بس بخاف منه لان البحر ده ملهوش امان ابدا. فتعرف بقى انا وانت نتعامل مع الناس زي ما بنتعامل مع البحر كده بالظبط، ان احنا نتعامل مع الناس من غير ما نتدخل في تفاصيل حياتهم، لان البحر كل ما بتدخل فيه من جوه كل ما بتعرض نفسك للخطر. البحر ده ملهوش امان ابدا. كذلك الناس، نعرف كده الناس وحبيبي وحبيبك كده من بره، مش لازم يعني اتدخل في تفاصيل حياتهم، مش لازم ان انا افضل اسأل على حاجات انا ماليش علاقة اساسا. ما هو لو عايز يقول ما هو هيحكي، مش لازم احرجه واحطه في موقف ان انا لازم اعرف التفاصيل. لا، ما كل واحد يخليه في تفاصيل حياته بس، واتعامل مع الناس زي ما بتعامل مع البحر تمام. مش لازم ان انا اتدخل في تفاصيل حياته. وخلي بالك مهما كان الشخص ده عزيز عليك، خد بالك ان البحر قلاب زي الناس بالظبط. الناس ملهاش امان مهما كان قريب منك، في تفاصيل كده في حياتنا ما ينفعش ان احنا نحكي عنها ابدا مهما كان الشخص ده انا بحبه. الله انا نفسي اروح البحر قوي قوي قوي، واول ما بتكلم على البحر على طول ببقى عايزة انزل المية. يلا غير حياتك وخليك بسمة حب.